السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنعمل مع بعضينا الحمو الجميل ده، لان انا بصراحة طلب مني للناس اللي ما عندهاش سطوح عشان تعمل الكشك، فده يعتبر بديل الكشك وبطريقة سهلة وبسيطة. ويلا نشوف مع بعضينا الطريقة ازاي. انا هنا جايبة قمح منقياه وغسلاه، وتحطيه في حلة كده، بس ما تمليش الحلة قوي، تسيبي فيها مساحة لان القمح ده بيزيد. وتحطيه على نار عالية، وبعد ما تحطيه على نار عالية خلاص كده غطيه، وهنسيبه على النار لغاية ما يغلي. واول ما يغلي بالظبط، اول ما يغلي بعد غليانه بحوالي دقيقتين كده نوطي النار عشان القمحة تستوي معاكي بسرعة. انا كده وطيت النار. ولو تيجي بقى كل ما تيجي تشوفيه، لو لقيتيه محتاج ميه تزوديه ميه سخنه، ما تزوديش ميه بارده عشان ما توقفيش عمليه السوى. ونسيبه على النار لغايه ما يستوي. هو لو قمحه حلوه جميله كده زي اللي بحتها لي اختي ام احمد، ربنا يديها الصحه والعافيه. هي مدرسه وعندها ارض، وهي العيله كلها بتاخد منها القمح، ربنا كده يا رب يدوم عليها. فالقمحه بتاعتها بصراحه كانت بلدي وجميله زي ما انتم شايفين، فما كانتش بتاخد سوا كتير. ولو ان القمح في السوق وعند العطار هتلاقيه في كل مكان. المهم مش هطول عليكم، القمحه دي بصراحه ما خدتش معايا سوا وكانت جميله. وتعرفيها استوت ازاي. احنا مش عايزين القمحه تتفتح مننا، عايزين القمحه تبقى استوت ومقفوله زي ما انتم شايفين كده. تدوسي في القمحه بتاعتك لقيتها كده مستويه من جوه وهي مقفوله كده، تدوسي فيها خلاص تمام. انا كده بعد ما استوى معايا خدته كده على الحنفيه عند الحوض. حطيت كده عارفين الشوال بتاع الرز، هو ده الشوال بتاع الرز. بعد الرز ما فضي انا بغسل كده الشوال واخليه زي الفل، واخد القمح السخن كده افضيه فيه، وابقى مشغله الحنفيه ميه بارده من الحنفيه اشطف بيها القمح بتاعي. لازم نشطفه كويس ولازم نبرده كويس. انا كده خلاص شطفت القمح وسبته يما الصفه خالص. اول ما يصف افضل سيبه. شايفين القمحه مقفوله وفي نفس الوقت تدوسي فيها تلاقيها مستويه. انت ممكن ما تعمليش الكميه بتاعتي الكبيره دي، انا عامله ازيد من 12 كيلو. انت ممكن تعملي اقل كميه 5 كيلو، عشان ده بنوديه المدشه عشان يتدش، فمش مش هتنفع اقل من 5 كيلو قمح. فخلاص انا كده خدت القمح بتاعي بقى ونشرته. لو عندك سطحه تنشريه على السطح، تحطي 6 حصيره بلاستيك، او ممكن كوفرته قديمه او ملايه قديمه تفرشي عليها القمح بعد ما يتصفى. انا بصراحه عشان الشمس كانت شديده عندي، خد معايا بالظبط يومين بالظبط. خلاص زي ما انتم شايفين كده. على فكره انا منشراه في اوضه عندي مش على السطح، بس الاوضه دي بصراحه بيدخلها شمس زي ما انتم شايفين كده. كل يوم كده تقلبيه مرة في اليوم، هاتي القمحة بتاعتك رجعت ناشفة زي ما هي، زي ما انت شايفة كده. القمحة لازم ترجع ناشفة زي قبل، زي ما سلقتها ساعة السليق كانت ناشفة، وبعد ما تنشف انا عايزة بالمنظر ده، كأن القمحة لسه هتسلقيها، تبقى ناشفة قوي. تدوسي عليها بسنانك كده تحسي القمحة مش قادرة تكسريها. يبقى كده تمام. احنا خدنا القمح بقى ودشيناه في المدشة زي ما انتم شايفين كده. طب احنا عايزين نطير القشره اللي في القمحه، لازم نطيرها. طب هنعملها ازاي؟ هتجيبي مروحه في البلكونه بتاعتك او في مكان عندك في الشقه، بس عشان القشر ما يبهدلكيش الدنيا. فانا بصراحه بعمله في بلكونه. وهجيب مروحه كده مكتب بحطها في الارض، واحط قدامها طبق زي ما انت شايفه كده، واجيب بالطبق بتاعي واكب في الطبق كده، فالهواء بتاع المروحه بيطير لي القشره. يبقى انت بتجيبي طبق وتحطي جنبيه تحطيه قدام مروحه مكتب في الارض، وتنزلي تاخدي بالطبق كده شويه شويه، تنزلي في الطبق الكبير، فهوا المروحه هيعزل لك القشره قدام الطبق. تمام كده. هنفضل بالطريقه كده لما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. بس انا بقول لك اعمليه في بلكونه او في مكان كده لازم تبقى قدامك حيطه كده عشان تحجز لك القشر بتاعك، عشان القشر ما يبهدلكيش الدنيا. هفضل اعمل كده لما اخلص الكميه كلها. بعد ما اخلص الكميه كلها وهو في نفس الطبق انا مش هغلبك، هاتي مصفى، وبالمصفى كده نزلي النعمه اللي فيها لغايه ما تخلصي الكميه كلها. ويا ريت واحنا شغالين كده ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد.
خلاص انا ايه بنزل الايه في كده، بيبقى لما القمحه بتدش بتيجي جنب فيها كده حاجه ناعمه زي الدقيقه كده، فانا لازم انزلها لان دي ممكن ايه ما تخليليش الحمو بتاعي مفلفل زي الرز. فانا ايه فضلت اعمل كده اهي، شايفين اهي دي بقى ايه الحبه الناعمه اللي انا ايه بحوشها من ايه من دشيشه القمح. خلاص تمام لغايه كده. اظن العمليه سهله قوي يا جماعه، يعني ما فيهاش صعوبه. هي دي الحبه الناعمه اللي انا هحوشها ايه من الدشيشه بتاعتي. خلاص قاعد ايه بقى هنشوف هنحمي ازاي. ايوه هو اسمه هنحميه كده، ربنا يديها الصحه والعافيه. ماما كانت تقول لي ايه يلا نحمي ايه القمح بتاعنا، نعمل الحمو بقى. فايه انت ده اللبن، في لبن حامض هتجيبيه من عندك تحت اللبن، تقولي لها على لبن حامض ممكن تجيبوه لك. ممكن تجيبيه من السوق اسمه لبن زير، او ممكن لو انت ما عندكيش لا ده ولا ده ممكن تجيبي لبن الرايب وتضيفي عليه ايه ميه دافيه تتحمليها بايدك كده. ما عندكيش ده كله اعمليه بميه دافيه بس حطي لها ملح بسيط. احنا ايه اديكم شايفين الدشيشه اهو بوريها لك. الدشيشه جايبه حوالي نص الطبق، لان الدشيشه دي يا جماعه بعد ما بنحميها بتملى الطبق بسم الله ما شاء الله. فانا بوريكي ما تخليش الدشيشه ملو الطبق، لازم طبق واسع عشان ايه لما القمحه تزيد الدشيشه بتاعتك وتملى الطبق ايه ما تعكسكيش في ايه في الطبق. تمام وما تزيدش عنه. تمام يبقى انا هبتدي ايه انزل باللبن بتاعي. ده لبن زير، ما عندكش لبن زير ممكن تجيبي كيلو لبن رايب وتضيفي عليه ميه دافيه، ميه تتحمليها بايدك، او ممكن تجيبي حامض من عندك تحت اللبن تجيبوه لك، يعني ما فيش اي مشاكل اتصرفي. فانا ايه ابتديت اعجنه كده، اعجن الدشيشه بتاعتي بقى هنبتدي نحمي بقى فيها وخليه شبعان لبن، لان احنا بنسوي اللبن قمح ناشف يا جماعه، دي دشيشه ناشفه شبعيه لبن. فخلاص انا كده هغطيه، بس لازم هاخدها بالغطا كده. لازم في اوضه على سرير كده، خدت الطبق زي ما هو كده في اوضه ولادي وحطيته على السرير وغطيه بكل غطا عندي، كوفرتات بطانيه مفارش. ليه؟ لان لازم الحمو ده يسخن قوي، كل ما يسخن يستوي، كل ما يسخن يستوي. بيقعد لغايه 7 ساعات، وبعد 7 ساعات شوفيه ما لقيتوش لسه سخن سيبيه تاني وغطيه تاني وتقفلي عليه الاوضه كويس وما تشغليش مروحه، واحنا الجو حر والحمو هيطلع معاكي باذن الله زي الفل. واديكي شايفه الحمو طالع معايا ازاي مفلفل ومستوي وملا الطبق بسم الله ما شاء الله، اداني كميه كبيره قوي زي ما انت شايفه كده. وايه انا الحمو ده سخن ما ينفعش اعمله بايدي على فكره، لان انت كمراد عمليه تكمير، يعني عمليه انا بكمر الدشيشه دي بخليها تستوي تعتبر على البخار. تمام كده. فايه خلاص انا كده بطبق وبقيت اقلب الحاجه بتاعتي عشان افلفلها من بعضيها. تعالوا نشوف بقى طريقه استخداماته يا جماعه. ايه طريقه استخداماته؟ انا مش قلت لكم ده بديل الكشك؟ هنجيب مثلا ايه معلقه سمن بلدي كده حلوه زي ما انتم شايفين، وجبت بيضتين كده. على فكره انا كنت بعمل الفيديو ده في الفجر، فانا عملت كميه صغيره لان كان لسه ميعاد الفطار بتاعي، ولو ان انا اكلت على فكره في الفجر ما قدرتش اقاوم الحمو. فانا ايه جبت معلقه سمن بلدي حلوين كده وبيضتين كده بلدي، ونزلت او اي بيض مش لازم بيض بلدي بس، ونزلت عليهم بحبه الحمو الجميل كده، وابتديت ايه اقلبهم. ما بياخدش معاكي بالظبط تقليب 3 دقايق. وايه بعد ما قلبته كده هتنزلي عليه برشه كمون صغيره ورشه ملح، لان انا قلت لك مش اما احط ملح ليه عشان انا ايه، او ملح بسيط بتحطيه لما بتيجي تعجني الدشيشه، عشان ده بنعمل منه حلو وحادق. تمام يبقى احنا عملنا الحادق دلوقتي منه. ادي واخد وضع الكشك بالظبط، انت كانك عملتي كشك بس مش مجفف، يعتبر الحمو ده زي الكشك بالظبط، نفس الطعم على فكره يا جماعه، بس ده هيتخزن في الديفليزر. يلا انا مش نشوف، خلينا في الخطوه اللي احنا فيها. انا دلوقتي عملته بالبيض واديكم شايفين منظره وجماله، يعني حاجه مش محتاجه كلام، حاجه مغريه قوي بصراحه. الحمو ده انا عندي استعداد يا جماعه كده اكل منه فطار وغدا وعشاء، واكله صحيه وقمحه داخله جسمنا كده بنستفيد منها، وتاكليها بعيش بلدي كده مع الليمون المخلل اللي خللناه مع بعضينا، يبقى اكله جميله. وهقول لك ايه بالهنا والشفا. انا كده عملت منه الحادق، تعال نعمل منه الحلو. ما تستغربوش بعمل منه حلو وحادق. ما الدشيشه يا جماعه دي قمح زي البليله يا جماعه، زي ما بنعمل البليله باللبن هنعمل منها حلو برضو. معلقه سمن بلدي، وهنجيب ايه الحمو بتاعنا
حبه حمو كده، وابتديت ايه، انا عملت طبق واحد زي ما قلت لك، انا كنت صاحيه في الفجر والحمو طلع، وما ينفعش اسيبه في الطبق، لان كل ما بتسيب الحمو وانت في الطبق مكمور هيستوي منك قوي. فانا ايه، جبت حبه كده ايه وقلبتها ايه في معلقه سمن بلدي او اي سمنه اي زيت، الماده الدهنيه اللي عندك، وابتديت اقلبه برضو تقليب دقيقتين كده. خلاص انا كده ايه، اتحمر معايا كده. تعالي نشوف هنعمل فيه ايه بعد ما يتحمر معاكي. واديكي شايفه الحمو مفلفل وريحته عامله قلبان في المكان. انا كده ايه خلاص حمرته. هبتدي ايه احطه في طبق، وبعد ما حطيته في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليه ايه بمعلقتين سكر حلوين، سكر بودر كده. هنزل بمعلقتين سكر بودر كده ايه تبع الرغبه بقى، شوف انت بتحبيه ايه السكر بتاعك ايه. اديكم شايفين يعني طبق حلو عملته في ثواني. ده الزبيب الجميل اللي انا عملته معاكم، وهسيب لكم اللينك بتاعه يا ست في صندوق الوصف. نزلت عليه بحبه الزبيب، وهنزل عليه كده ايه بحبه فول سوداني، وادي عملت طبق حلو من نفس الحمو، وطعمه ما اقولكيش تحفه تحفه تحفه. وممكن على فكره تضيفي عليه اللبن. انا قلت لك الحمو ده شبيه للبليله زي ما بنسلق قمح، نفس النظام شايفين. وممكن تضيفي له ايه زي ما قلت لك حبه لبن، وكان طبق حلو جميل جدا جدا جدا. طب يلا بقى انا وريتك ازاي تستخدمي. تعالوا نشوف يا جماعه طريقه التخزين. وعلى فكره الحمو ده بستخدمه، ممكن احشي بيه حمام، احشي بيه بط، تستخدميه زي الفريك يا جماعه، بس مش هتسويه. هتضيفي عليه البصله المحمره وتقلبيه وتتبليه وتحشي بيه الحاجه على طول. يلا كده نشوف ايه طريقه ايه التخزين. بتجيبي اكياس عاديه، بس الحمو بعد ما تقلبيه ويبرد معاكي خالص في الطبق، اول ما يبرد معاكي ابتدي ايه كيسي، ووزعي الكميه اللي انت عايزاها، ده حسب رغبتك انت عارفه كميتك. وعلى فكره الحمو ده ما بنحطه في الديفليزر ماشي، بس ما بيبقاش جامد زي التلج، لا ده بيبقى عادي، تاخديه بايدك، تاخدي الكميه اللي انت عايزاها منه وترجعي بقيه الكيس ايه في الديفليزر، يعني هتكسريه بكل سهوله وتحمري على طول في السمن وتستخدميه. انا كده كيست الاكياس بتاعتي، بس ايه على فكره اول ما تملي الاكياس بتاعتك وتوزعي الحمو، شايفين الحمو مبدور ازاي زي الرز بالظبط. اول ما تكيس الاكياس بتاعتك على طول كده، ما تسيبهاش في الاكياس مده طويله. ليه؟ لان انت كده هتدخليه في عمليه سخونه تاني، يعني انت ممكن كده هتحميه تاني هيستوي منك. اول ما تكيسي قفلي وخزني في الديفليزر بتاعك، ويقعد معاك السنه كلها. تاخدي منه تعامليه معامله الكشك، البيض ماشي، حلو ماشي، هتحشي بيه زي ما قلت لك حمام ماشي، لان ده زي الفريك يا جماعه. ما الفريك قمح وده قمح برضه، بس ده مش هتسويه على النار، ده تاخديه وتضيفي عليه البصله المحمره وتتبليه وتحشي بيه الحاجه على طول. وانا هنا قفلت قدامك كده، وكنت انا اسفه كنت بقفل وادخله على الديفليزر على طول، ويقعد عندك كانك ده كشك بس مش مجفف. ودي طريقتي في الحمو، بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله.